لو سمحت ركز مع طفلك في العلامات دي علشان للأسف دي بداية الاكتئاب عند الأطفال. العلامة الأولى، لو حسيت إن طفلك بيتجنب أي نشاط اجتماعي سواء داخل الأسرة أو خارجها. العلامة التانية، لو الطفل بيعمل سلوك عنيف وللأسف الموضوع بقى خارج عن السيطرة. العلامة التالتة، لو حصل تغيير بشكل ملحوظ في عادات الأكل أو الطفل بطل ياكل لدرجة إنه بدأ يفقد وزنه. العلامة الرابعة، لو حسيتوا إن الطفل حزين والحزن ده استمر لأكتر من أسبوعين. العلامة الخامسة، لو الطفل حاول يأذي نفسه أو يأذي اللي حواليه. العلامة السادسة، لو في تغيرات جذرية في مزاج الطفل أو سلوكه واختلاف كبير ومش معروف أسبابه. أوقات الطفل يبقى حزين جدا وأوقات يبقى سعيد ومتعرفش ليه أو إيه اللي غيره. العلامة السابعة، لو الطفل كان بيعاني من القلق وفي صعوبات في النوم. وبلاش أي حد يتهاون أو يستهتر بأي حاجة طفله بيحس بيها ويفتكر إنه بيتدلع وخلاص. عاوزاكوا تفرقوا بين الدلع وبين العلامات وبين الأعراض، وده دورنا إحنا علشان طفلك طفلنا.